بيبدأ الفيلم بجورج شيمبر بطل العالم في الملاكمة وهو موجود في روسيا عشان يصور إعلان تجاري، لكن بسبب صعوبة اللغة الروسية بيقف التصوير أكتر من مرة، فيتعصب جورج ويرفض يكمل، فيهديه فيلم مدير أعماله ويفهمه إنه في عقود وشرط جزائي ضخم، فبيضطر جورج يكمل التصوير غصب عنه. وبنروح بعدها لسجن روسي شديد الحراسة، وبنعرف إن إدارة السجن بتنظم بطولات قتال بين المساجين وبتتعمل عليهم مراهنات بمبالغ ضخمة. وبنشوف هناك يوري بويكا أقوى مقاتل في السجن، وبيكون داخل الحلبة وسط هتافات وتشجيع كل المساجين، وبيقول المذيع ان بويكا لعب 34 مباراة من غير اي هزيمة، وبعدها بيدخل خصمه اللي بيكون كمان مقاتل قوي جدا وما خسرش اي مباراة في 14 مباراة متتالية، وبتبدأ المواجهة بينهم. ومن اول لحظة بويكا بيفرض سيطرته الكاملة على خصمه وبيوقعه اكتر من مرة، ورغم قوة المنافس ومحاولته المستمرة للرجوع الا ان بويكا بينهي المواجهة لصالحه وبيكسب المباراة، وبكده كل اللي راهنوا عليه بيكسبوا فلوس كتيرة. وبعدها بنشوف جاجا المسؤول الحقيقي عن تنظيم المباريات والمراهنات، فيقول مساعده ليه انهم محتاجين مقاتل قوي يقدر يواجه بويكا لان استمرار انتصارات بويكا هيخسرهم ملايين. فيقول جاجا ان فعلا لقى الشخص المناسب. وبنروح لجورج اللي بيخلص التصوير وبيرجع للفندق، وفي الوقت ده بيكون في مجموعة مجرمين في اوضته وبيخبوا فيها كمية كبيرة من المخدرات، ولما بيدخل جورج الأوضة بيهاجموا واحد منهم، لكن جورج بيتغلب عليه بسهولة، وبعدها بيضرب واحد تاني على راسه فيفقد الوعي. ولما بيفوق جورج بيلاقي الشرطة الروسية حواليه، وأثناء التفتيش بيلاقوا المخدرات، ورغم انه بيأكد لهم انها مش بتاعته الا انه بيتقبض عليه وبيتنقل للسجن تمهيدا لمحاكمته. فينتشر الخبر في الاعلام بسرعه، ولما جاجا بيشوف اللي حصل في التلفزيون بيبتسم، وبنعرف ان كل اللي حصل كان جزء من خطته. وبعدها بيتنقل جورج لنفس السجن اللي موجود في بويكا، ولما يدخل زنزانته بيتعرف جورج على ستيفن اللي معاه في الزنزانه. وفي اول يوم ليه في السجن بيكون جورج متضايق وعلى اخره، فيجي بويكا ورجالته فيقف ليهم كل المساجين ما عدا جورج اللي بيكون الوحيد اللي موقفش، فيروح لواحد من رجاله بويكا ويحاول يجبره يقف، لكن جورج بيضربه ضربه قويه. فيتدخل بويكا بنفسه ويقول لجورج ينسى انه بطل العالم لان البطل الحقيقي هنا هو بويكا، فيرمي جورج الميه في وش بويكا فتقوم بينهم خناقه كبيره. فيتدخل الحراس بينهم ويفرقوهم ويبعدوهم عن بعض، وبعدها بيروح مأمور السجن لبويكا ويطلب منه يستنى لما يقابل جورج في الحلبه. وفي نفس الوقت بيزور فيل جورج ويقول له ان فشل يطلعه بكفاله بسبب ان الاجراءات معقده وصعبه جدا، فيتعصب جورج عليه وما بيصدقهوش وبيسيبه ويمشي. وبيروح جورج بعدها لساحه السجن وبيشوف رجاله بويكا وهم بيضربوا ستيفن، فبيتدخل جورج وبيضرب رجاله بويكا كلهم. ومن هنا بتبدا علاقه صداقه بين جورج وستيفن اللي بيعرف جورج ان السجن كله متسيطر عليه من شبكه اجراميه بيقودها جاجا اللي في نفس الوقت بيكون مدير ومنظم ماتشات القتال. وبعدها بيعرف بويكا ان جورج ضرب رجالته، فبيروح بويكا لجورج وبتقوم خناقه جديده بينهم، فيفصل الحراس بينهم، وبعدها بيلعب بويكا مباراه جديده وبيكون اقوى من خصمه بكتير، فيضربه بكل قوه لغايه لما يفقد وعيه. وبيكون جورج بيتفرج على القتال فيشاور لبويكا وكانه بيبعت له رساله واضحه ان هو المسيطر في السجن. ولما بيرجع جورج لزنزانته بيجي واحد من ضباط السجن ويعرفه ان مأمور السجن عايز يشوفه، بس بيرفض جورج فيمسكوا الحراس عشان يودوا له المأمور بالعافيه، فيضربهم جورج كلهم. فييجوا حراس تانيين ويسيطروا على جورج ويضربوه، ويجي بعدها المأمور ويقول لجورج ان ممكن مده حبسه في السجن تعدي من غير مشاكل، وممكن كمان يخرج من السجن ويرجع لبلده لو وافق انه يواجه بويكا في مباراه قتال. ولما بيرفض جورج بيأمر المأمور الحراس ياخدوا جورج ويخلوه ينظف المجاري، بس بيرفض جورج انه ينظف المجاري وبيكون خلاص هيتخانق مع الحراس، بس بيظهر مسجون عجوز على كرسي بعجل اسمه كروت وبيقنع جورج انه ينفذ الاوامر عشان ما يتأذيش. ولما بيخلص جورج بيرجع لزنزانته وبيحكي لستيفن على اللي حصل، وبنعرف من ستيفن ان كروت كان ضابط في الجيش الروسي وانه اقدم مسجون في السجن ده. وفي يوم بيجي رجاله بويكا ويحاولوا يضربوه وينتقموا منه، فيشتبك جورج معاهم وبيقدر انه يضرب 2 منهم بس بيسيطر عليه الباقي. في الوقت ده بيظهر كروت وبيمسك واحد من رجاله بويكا ماسكه قويه فيفقد وعيه، وبيضرب جورج واحد تاني وبيحدفه في ميه المجاري، وبيفتح كروت الغاز على اخر واحد من رجاله بويكا. في الوقت ده بيجي الحراس وبياخدوا جورج للحبس الانفرادي، وبيكون الحبس الانفرادي مليان بميه المجاري القذره، فيفضل جورج واقف طول الليل، وبيكون جورج مجهد وعلى وشك انه يفقد الوعي، بس بيجي كروت ويدي لجورج ميه واكل. وبعدها بيجي الحراس ويخرجوا جورج من الحبس الانفرادي ويخلوه يستحمى، وبياخدوه المكان جوه السجن، وبيلاقي جورج في المكان ده سفرة عليها اكل كتير ولذيذ. وهناك بيقابل جورج جاجا اللي بيعرض عليه صفقه ان يواجه بويكا في مباراه مقابل حريته، وبيساوم جاجا جورج ويقول له انه لو رفض قتال بويكا هيفضل في السجن لوقت طويل. فيقول له جورج ان فيل مدير اعماله هيطلعه من السجن في اسرع وقت، بس بيتصدم جورج لما يشوف فيل عند باب الاوضه، وبيكتشف جورج ان فيل متواطئ مع جاجا من البدايه، وان فيل ساعد جاجا في تلفيق التهمه وسجن جورج. فيتعصب جورج وبيكون هيجي
بيهجم على فيل بس بيمنعه الحراس. فيفهم جورج ان مفيش قدامه اي اختيار غير انه يوافق على قتال بويكا. وبعدها بيقابل جورج ستيفن ويعرفه انه هيقاتل بويكا. فيقرر ستيفن مساعدة جورج في تدريباته على القتال. وبعدها بيروح جورج وستيفن لصالة التدريب فيشوفوا بويكا وهو بيتدرب. فينهي بويكا تدريبه اول ما يشوفهم وبيخرج من المكان وهو بيبص لجورج بنظرات مليانة تحدي. وبتستمر تدريبات جورج وبويكا وبيزودوا من استعدادهم للقتال. وبعدها بيروح ستيفن لمكان عشان ياخد جرعة مخدرات. فيروح له رجالة بويكا ويدوا له جرعة مخدرات هدية في مقابل مساعدة بويكا في الفوز على جورج. وبيجي يوم الماتش وبيراهن الجمهور على بويكا ويشجعه بكل حماس. وبيدي واحد من رجالة بويكا لستيفن ازازة مية فيها مخدر عشان جورج يفقد تركيزه وقوته لما يشرب منها. وبيكون كروت قريب منهم وشايف كل اللي حصل. وبعدها بيقول الحكم التعليمات لجورج وبويكا اللي بيقول لجورج انه هيستخدم ايديه فقط في القتال وهينتصر عليه بيها. وبتبدأ المباراة وفي البداية بيسيطر جورج بشكل كامل على بويكا ويوجه له لكمات قوية ورا بعض. فما يستحملش بويكا الضربات اللي ورا بعض ويقع على الارض. فيتفاجئ الجمهور ويكونوا مش مصدقين ان بويكا خلاص هيتهزم. بس بيقوم بويكا وبيستمر في القتال وبيغير كلامه ويستخدم رجله في القتال بشكل مميز. فما يقدرش جورج انه يصد ضرباته ويسيطر بويكا على جورج لغاية لما الجولة تخلص. وفي الاستراحة بيشرب جورج من المية اللي فيها المخدر. فلما تبدأ الجولة التانية ويرجع للحلبة بيدوخ جورج ويفقد تركيزه وينهار مستواه تماما. فيستغل بويكا الفرصة ويوجه ضربات قوية لجورج اللي بيقع على الارض ويفقد وعيه. فيفوز بويكا بالمباراة. ولما بيفوق جورج في عيادة السجن بيلاقي كروت معاه فيعرفه ان ستيفن خدره. فيروح جورج عشان يدور على ستيفن لكنه بيلاقيه منتحر وسايب له رسالة اعتذار عن خيانته ليه. وبعدها بيروح جورج لبويكا ويقول له انه فاز عليه بالغش والخداع. وبنعرف ان بويكا نفسه ما كانش يعرف اي حاجة من اللي حصل من رجالته. في الوقت ده بيجي مأمور السجن فيطلب جورج منه ينفذ وعده بإطلاق سراحه. لكن المأمور بينكر كل حاجة فيفقد جورج أعصابه ويضرب المأمور لكمة قوية. فيتلم الحراس على جورج وياخدوه لساحة السجن وهناك بيربطوا جورج في عمود وسط برودة الجو الشديدة. في الوقت ده بنعرف ان بويكا ما يعرفش حاجة فعلا عن وضع المخدر لجورج في المية. فبيسأل رجالته وبيعرف مين فيهم اللي حط المخدر لجورج. وبعدها بيخلص بويكا على اللي عمل كده بدم بارد. في الوقت ده بيكون فيل مع جاجا فياخد منه مكسبه من فلوس المراهنات. وبيطلب جاجا من مساعدته انها توصل فيل اللي اول ما يخرج من المكان ويركب العربية بتقتله بمسدسها. وتاني يوم بيروح المساجين لساحة السجن ويشوفوا جورج وهو مربوط في البرد ده. فيتعاطف المساجين مع جورج وبيساعدوه بملابس تقيلة ويأكلوه ويشربوه. ولما بيعرف المأمور باللي حصل بيحاول يعرف مين اللي ساعد جورج. فيجمع المساجين في ساحة السجن ويأمرهم ان اللي ساعد جورج يتحرك خطوة لقدام. فيتحرك المساجين كلهم خطوة. فيقرر المأمور تأديبهم ويخليهم يقضوا ليلة كاملة واقفين في ساحة السجن في عز البرد. وبعدها بيوصل جاجا للسجن وبيتخانق مع المأمور على اللي عمله في جورج ويأمره انه يفك جورج ويرجعه لزنزانته مرة تانية. وبعدها بيعرض جاجا على جورج انه يلعب ضد بويكا مرة تانية ولو قدر انه يكسب بويكا هيبقى حر. فيوافق جورج بس بيطلب من جاجا يجيب جواكت لكل المساجين اللي في السجن. فيوافق جاجا على طلبه وفعلا بيوزع الحراس جواكت على كل المساجين. وبيبدأ جورج في التدريب في زنزانته. فيجي كروت ليه ويقول لجورج انه لازم يتعلم قتال الشوارع وانه لازم يستخدم رجله في القتال بشكل جيد. وبيبدأ كروت في تدريب جورج على استخدام رجله في القتال. ومع الوقت بتقوى العلاقة بينهم جدا وبيتحول كروت لأقرب شخص لجورج داخل السجن. وبيحكي كروت لجورج قصته وبنعرف انه كان جندي في الجيش وانه دخل السجن بدل اخوه لان اخوه كانت مراته في الوقت ده حامل. وبنعرف انه حاول يهرب من السجن فاتصاب بطلقة سببت له شلل في رجله. وبيوري كورت لجورج صورة فيوليتا بنت اخوه. وبنعرف ان دلوقتي بقى عندها 18 سنة وانه عمره ما شافها عشان رافض انها تيجي تزوره في السجن. فيتأثر جورج بقصة حياة كروت. وبعدها بيكمل جورج تدريباته وبيعلمه كروت قبل مواجهته مع بويكا حركة خطيرة لكسر ركبة خصمه. وبيجي يوم المباراة وبيراهن اغلب الناس لصالح بويكا وبتبدأ المواجهة بينهم. وبيظهر تطور ضخم في مهارات جورج اللي بيسدد ضربات قوية لبويكا ويقدر انه يسيطر عليه في الجولة الاولى. لكن في الجولة الثانية بيسيطر بويكا على الوضع وبيضرب جورج ويوقعه على الارض. ويحاول بويكا اجبار جورج على الاستسلام لكن بيضربه جورج ويفلت منه مع نهاية الجولة الثانية. وفي الاستراحة بيحمس كروت جورج ويقول له انه لازم يكسب بويكا والا عمره هيخرج من السجن. ومع بداية الجولة الثالثة بيصد جورج ضربات بويكا ويسددوا لبعض عدد كبير من اللكمات لغاية لما يقع على الارض. وبيقدر جورج انه يمسك رجل بويكا وينجح في تنفيذ الحركة اللي اتعلمها من كروت. وبيكسر رجل بويكا وبيكسب المباراة اخيرا وسط فرحة كبيرة من كل المساجين اللي بيهتفوا كلهم باسم جورج. وبعد الفوز بيتم الافراج عن جورج وبيديله جاجا شنطة مليانة فلوس اللي بيكون نصيبه من فلوس المراهنات. فياخد جورج الفلوس ويديها لمأمور السجن عشان يشتري حرية كروت. وبعدها بنشوف جورج وكروت في محطة القطر وبتظهر فيوليتا بنت اخو كروت اللي عمره ما شافها قبل كده. واول ما بيشوفها كروت بيتحرك ناحيتها بكرسي وبتجري هي
وهي كمان ناحيته، وبيحضنوا بعض ويبكوا ويخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم داخل سجن شديد الحراسة في روسيا، وبنشوف بويكا وهو بينظف حمامات السجن، فيسمع بويكا المساجين بيهتفوا باسم زيكوف اللي بيكون أقوى مقاتل موجود في السجن دلوقتي، وبنعرف إنه بقى بطل مباريات المراهنات الجديد. وبنشوف زيكوف وهو بيقاتل وبيقدر يهزم خصمه بسهولة ويفوز بالماتش. وبعدها بنشوف جاجا منظم الماتشات والمسيطر على السجن، وبنعرف إن هو اللي اختار زيكوف عشان يكسب من وراه فلوس كتير زي ما كان بيكسب من ورا بويكا، بس بعد إصابة بويكا في ركبته في نهاية الجزء اللي فات ما بقاش يخليه يشارك في ماتشات القتال. وبعدها بنشوف جاجا وهو خارج من السجن مع المأمور، فبيشوف جاجا بويكا فما يتعرفش عليه في البداية، بس بيسيبه بويكا ويمشي. فيروح جاجا لبويكا في زنزانته ويقول له إنه مش ناسي إنه كسب من وراه ملايين قبل كده، وبيعرض عليه ينقل الزنزانة أحسن من اللي هو فيها. لكن بويكا بيفاجئه ويطلب منه إنه يشارك في بطولة السجون الدولية، بس جاجا بيرفض طلبه ويفهمه إن دلوقتي بقى بركبة واحدة، وحتى لو قدر يهزم زيكوف مش هيقدر يصمد قدام أقوى المقاتلين في العالم في بطولة السجون الدولية، ويقول له إن اللي بيفكر فيه ده يعتبر انتحار، وبعدها بيسيبه ويمشي. فيبدأ بويكا يتمرن بكل قوة عشان يستعيد لياقته من جديد. ولما يجي يوم المباراة اللي لو كسبها زيكوف هيتأهل لبطولة السجون الدولية، بنعرف إن اللي هيفوز بالبطولة دي هياخد عفو من الأحكام اللي عليه، وبيقدر زيكوف إنه يفوز بالمباراة بكل سهولة. فيجي بويكا بعد ما حلق شعره ويدلق عليه مية، فيوافق جاجا ومدير السجن على طلب بويكا، وبالفعل بيدخل بويكا للحلبة، ورغم إصابة ركبته بيقدر يهزم زيكوف بسهولة ويرجع مرة تانية بطل السجن. وبعدها بينقلوا بويكا لسجن تاني كبير في دولة تانية عشان يشارك في بطولة السجون الدولية. وبنروح بعدها ريزو منظم ماتشات قتال عالمية، وبنعرف إنه مجمع كبار رجال المراهنات من كل العالم ومستضيفهم في الفندق بتاعه، وبيكون كل واحد منهم داخل البطولة بمقاتل خاص بيه ومراهن عليه. وهناك بيقابل جاجا صاحبه الإيطالي رانتي اللي بيقول له إن المقاتل بتاعه اسمه تيربو وإنه قوي جدا وهيكسب البطولة دي. وفي نفس الوقت بيتجمع كل المساجين المشاركين مع بعض، وبيجي مدير السجن يتعرف عليهم ويعرفهم على المسجون اسمه راؤول، ويقول لهم إنه ده بطل السجن بتاعه، وبعدها بيوزعهم على الزنازين. وتاني يوم الحراس بياخدوا بويكا وباقي المساجين وبيركبوهم عربيات وينقلوهم لمنطقة جبلية ويجبروهم يشتغلوا في تكسير الصخور. وهناك بيحاول تيربو يتكلم مع بويكا ويبدأ يستفزه، وبيكون خلاص بويكا هيشتبك معاه، بس بيبعدوهم الحراس عن بعض. وبعدها بيشوفوا راؤول قاعد تحت شمسية مرتاح ومش بيشتغل زيهم. ولما يخلصوا الشغل ويرجعوا السجن تاني بيقول لهم مدير السجن ان عندهم ساعة واحدة بس للتدريب، ورغم التعب والارهاق بيدخل بويكا وتيربو صالة التدريب ويتمرنوا بكل قوتهم. وبيلاحظ بويكا ان تيربو عامل وشم لطفلين على صدره. وبعدها بيروح مدير السجن الراؤول ويديله حقنة منشطة، وبنشوف بعدها راؤول وهو بيتدرب داخل الحلبة، وبيجيب مدير السجن ليه مقاتلين اقوياء يتدرب عليهم فيعجنهم كلهم بكل سهولة. وتاني يوم بتبدأ المسابقة، فيلف بويكا رباط على ركبته المصابة، بس بيغير رأيه ويفكه عشان محدش فيهم يعرف نقطة ضعفه. في الوقت ده بيبدأ رجال الأعمال يحطوا رهاناتهم على المقاتلين، وتبدأ أول مباراة بين مسجون يوناني اسمه صعب ومسجون برازيلي اسمه رودريجو. فيلاحظ بويكا إن رودريجو مقاتل قوي وليه أسلوب مميز في القتال، وبالفعل بيسيطر رودريجو على خصمه ويفوز عليه بكل سهولة. وبعدها بتيجي المباراة التانية بين تيربو ومسجون كرواتي، وبتكون مباراة عنيفة جدا. فيحاول المسجون الكرواتي إنه يسيطر على تيربو ويزنقه في الكورنر، لكن تيربو بيوجه لخصمه سلسلة لكمات وضربات قوية فيقدر إنه يفوز على خصمه في النهاية. وبعدها بتيجي المباراة الثالثة بين بويكا ومسجون فرنسي، فيسيطر بويكا على خصمه من أول ثانية ويقدر بويكا إنه يهزمه بكل سهولة. فيعرف كل الموجودين إن بويكا منافس قوي على البطولة. وفي نهاية اليوم الأول بيلعب راؤول ضد مقاتل كوري، فيهجم راؤول عليه بكل عنف، فما يقدرش المصارع الكوري إنه يصمد قدامه، فيوجه له راؤول ضربة قوية ويفوز. وبعد انتهاء مباراة اليوم الأول بيجمع مدير السجن المساجين اللي خسروا ويقول لهم إنه هيرجعوا لسجونهم، لكن في الحقيقة بيكون بيضحك عليهم وبياخدهم لمكان بعيد، وهناك بيقتلهم الحراس كلهم. وتاني يوم بيروح بويكا وتيربو لتكسير الصخور، فيفضل تيربو يستفز بويكا لحد ما بويكا يمسك فيه ويضربه فيشتبكوا مع بعض، لكن الحراس بيتدخلوا ويفرقوا بينهم، وبعدها بيحطوهم في الحبس الانفرادي. وهناك بيقضوا وقت صعب جدا لأنهم بيفضلوا واقفين على رجليهم طول الوقت، فيحس بويكا بألم شديد في ركبته. وتاني يوم بيوصل جاجا ورانتي عشان يقابلوا المقاتلين بتوعهم فيعرفوا ايه اللي بيحصل معاهم، ولما يعرفوا انهم بيشتغلوا في تكسير الصخور وبيتعاملوا أسوأ معاملة بيغضبوا جدا ويروحوا لمدير السجن لأنه بيتعمد يرهق المقاتلين قبل المباريات. وهناك بيشوفوا ريزو ويعترف انه فعلا عايز كل المقاتلين يتعبوا ويخسروا عشان يضمن ان راؤول هو اللي يكسب البطولة ويكسب هو ملايين من فلوس المراهنات. ويقول لهم كمان انهم لو راهنوا على راؤول هيكسبوا فلوس كتيرة. ويسألوا جاجا عن مصير بويكا وباقي المساجين بعد البطولة، فيرد مدير السجن
انهم هيتخلصوا منهم كلهم ويجيبوا مقاتلين جداد من سجون تانية. فيقتنع جاجا ورانتي في النهاية ويتفقوا مع ريزو ومدير السجن. وتاني يوم بياخد الحراس بويكا وتيربو للجبل، وفي الطريق بيعتذر تيربو لبويكا عن اللي حصل بينهم. فيبدأ بويكا وتيربو يقربوا لبعض اكتر. فيشتكي تيربو لبويكا من اللي بيحصل لهم، فيقول له بويكا انهم يقدروا يحولوا شغل تكسير الصخور لتدريب يقوي جسمهم ويزود لياقتهم. فيقتنع تيربو بالفكرة. في الوقت ده بيجمع جاجا ورانتي كل الفلوس اللي معاهم عشان يراهنوا على راؤول. وفي يوم بيسأل بويكا تيربو عن وشم الطفلين، فيقول له تيربو انهم ابنه وبنته، وبنعرف ان تيربو عايز يفوز بالمسابقة عشان يشوف اولاده. وبعدها بيبدأ اليوم التاني من البطولة، فيواجه بويكا المقاتل البرازيلي رودريجو. وبتكون المباراة ممتعة جدا لان الاتنين عندهم مهارات عالية. واثناء القتال بيحس بويكا بألم في ركبته، فيلاحظ راؤول ده وبيعرف ان بويكا عنده اصابة قوية، بس بويكا بيستحمل وبيكمل. وفي النهاية بيجبر بويكا رودريجو على الاستسلام، فيفوز بويكا في المباراة. فيسلم على رودريجو ويحييه على ادائه. وبعدها بياخد الحراس رودريجو ويتخلصوا منه. وتاني يوم بيروح مدير السجن لتيربو ويستفزه بالكلام، فيحاول تيربو يضربه لكن الحراس بيمسكوه ويضربوه بكل قسوة. وعلى الفطار بيلاحظ بويكا غياب تيربو، فيروح يشوفه ويلاقيه مصاب اصابات خطيرة ومش قادر يتحرك. ويعرف بويكا من تيربو انه مدير السجن عمل فيه كده عشان يضمن انه يخسر قدام راؤول في الماتش الجاي. وبعدها بيشوف بويكا تيربو وهو بيتمرن على الرغم من اصاباته القوية. وبنشوف بعدها بويكا وتيربو وبيكونوا راكبين عربية السجن في طريقهم لتكسير الحجارة. فيفهم بويكا تيربو انه مستحيل يهزم راؤول بالحالة دي، ويطلب منه يهرب للجبل اللي ورا الجبل. ولما بيوصلوا للجبل بيحاول بويكا انه يقطع السلسلة اللي ربطاهم، لكن الحراس بياخدوا بالهم ويجروا عليهم. فيتخانق بويكا وتيربو مع الحراس ويشتبكوا معاهم ويضربوهم كلهم. وبيقدر بويكا انه يفك السلسلة، فيجري تيربو ناحية الغابة، لكن واحد من الحراس بيوجه سلاحه ناحية تيربو، فيمسك بويكا حجر ويرميه عليه ويوقعه. فيجي حارس من ورا بويكا ويضربه. ولما بيفوق بويكا بيكون في السجن ويلاقي مدير السجن وريزو واقفين قدامه، ويقول له ريزو انهم بيدوروا على تيربو واول ما يلاقوه هيقتلوه، ويطلب منه يجهز نفسه لانه هيواجه راؤول في النهائي. فيطلب بويكا انه يقابل جاجا، لكن ريزو بيقول له ان جاجا خانه وراهن بكل فلوسه على راؤول. في الوقت ده بيظهر جاجا ويقول له بويكا انه عمل كده فعلا لانه بيحب الفلوس اكتر من اي حاجه تانية. وبنوصل ليوم المباراه النهائيه، وتبدا المباراه النهائيه بين بويكا وراؤول، وبتكون المواجهه عنيفه جدا. فيهجم راؤول بكل قوته، فيتفادى بويكا ضرباته ويرد عليه بقوه، بس بيركز راؤول ضرباته على ركبه بويكا المصابه. فيتاثر مستوى بويكا وما يقدرش يجاري راؤول. فيستغل راؤول الموقف ويستعرض مهاراته ويوجه له ضربات متتاليه لحد ما ينهار بويكا تماما. فيضرب راؤول ضربه قويه بتطيره خارج الحلبه. فيبدا راؤول في الاحتفال ويعد الحكم على بويكا. وقتها بيلمح بويكا جردل ومساحه، فيفتكر الايام اللي كان بينظف فيها حمامات السجن. فيجمع كل قوته ويلف ركبته بالقماشه اللي كانوا بينظفوا بيها الارض، ويرجع يقف تاني وسط ذهول الجميع. فيسقف له رؤوف باستهزاء، لكن بويكا بيهجم عليه بكل شراسه ويوقعه على الارض عشان يمنعه يستخدم رجليه، ويفضل يوجه له لكمات قويه في كل جسمه ويبهر كل اللي بيتفرجوا. لكن راؤول بيقوم تاني ويضرب بويكا على ركبته المصابه، بس في اللحظه المناسبه بيوجه بويكا ضربه بركبته تكسر رجل راؤول. فيقع راؤول على الارض وهو بيصرخ من شده الالم. وتنتهي المباراه بفوز بويكا ويهتف المساجين كلهم باسمه. ويتخانق جاجا مع ريزو ويقول له انه خسر 5 مليون دولار بسببه. ويروح رانتي لمدير السجن ويهدده بمسدسه. فيجي ريزو فيقتله رانتي، وبعدها بيقتل مدير السجن رانتي. وبعدها بيروح مدير السجن لبويكا وهو متضايق جدا بسبب خسارته، ويقول له ان المفروض بطل البطوله يتم الافراج عنه، لكن بما انه ساعد تيربو يهرب فهو هيرجع لسجنه من جديد. فيقول له بويكا انه مش فارق معاه اي حاجه. وبعدها بياخد الحراس بويكا بالعربيه للمكان اللي بتخلصوا فيه من المساجين. فيمسك مدير السجن مسدسه ويحطه على راس بويكا. فيستسلم بويكا لمصيره ويستعد للموت، لكن فجاه بيظهر تيربو ويقتل مدير السجن وكل الحراس اللي معاه، وينقذ بويكا اللي بيهرب معاه بسرعه. وبيكون جاجا مستنيهم ويروحوا يركبوا مع العربيه. وفي الطريق بيدي جاجا لبويكا شنطه مليانه فلوس، ويقول له ان ده نصيبه من فلوس المراهنات، ويقول له انه راهن عليه بكل فلوسه لانه كان واثق انه هيفوز حتى لو بركبه واحده، وان من وجهه نظره انه افضل مقاتل في العالم. وفي النهايه بيقول له جاجا انه من اللحظه دي بقى حر. ساعتها بيطلب بويكا من جاجا انه يوقف العربيه وينزل يجري في الشارع وهو في قمه السعاده، ويخلص الفيلم. بيبدا الفيلم في اوكرانيا، وبنشوف بويكا قاعد لوحده وهو سرحان وحزين لانه لسه بيشارك في مباريات قتال غير قانونيه عليها مراهنات، وبيكون كل حلمه ان يجي اليوم اللي يقدر فيه يشارك في بطولات رسميه وقانونيه ويثبت نفسه كمقاتل محترف. في الوقت ده في روسيا، وبالتحديد في السجن اللي بويكا كان محبوس فيه قبل كده،
بيظهر سجين عملاق اسمه كوشمار، وبيبان من اول لحظه انه مرعب بشكل غير طبيعي، لدرجه ان مجموعه كبيره من الحراس بيكونوا مكتفينه بسلاسل حديد عشان يقدروا يسيطروا عليه لحد ما يوصلوه لحلبة القتال. واول ما بيدخل الحلبة بيهجم على خصمه بعنف وبيخلص عليه في ثواني معدودة، وبيثبت للجميع انه مقاتل لا يقهر. وتاني يوم بيروح بويكا للكنيسة وبيتبرع بعدد كبير من نسخ الكتاب المقدس، فيشكر الراهب بويكا على تبرعاته المستمرة اللي ساعدت في بناء وتجهيز الكنيسة، وبينصحه الراهب انه يبعد عن العنف ويغير طريق حياته. لكن بويكا بيقول له ان الرياضة اللي بيمارسها ليها قوانين، وان ربنا هو اللي اعطاه الموهبة دي ومش عايز يضيعها. وبعدها بيرجع يتمرن في الجيم، وهناك بيجيله كريل مدير اعماله وبيقول له ان اخيرا قدر يرتب له مباراة قانونية، ولو كسبها هيتأهل لبطولة دولية كبيرة للفنون القتالية. وبيقول له كريل كمان ان المسؤولين عن البطولة هيحضروا المباراة بنفسهم. وفي يوم المباراة بيطلب منه يبذل كل قوته عشان ما يضيعش الفرصة دي من ايديه، وبيكون بويكا في قمة الحماس لانه اخيرا هيقرب من حلمه. وبيدخل بويكا الحلبة وبيقف قدام خصمه فيكتور، فيبصوا الاتنين لبعض بنظرات كلها تحدي، وبتبدأ المواجهة بينهم. فيحاول بويكا يسيطر من البداية، بس بيكون واضح ان فيكتور مقاتل قوي، لكن بويكا بيستخدم كل مهاراته وبيوجه له ضربات عنيفة توقعه على الارض. فيقوم فيكتور تاني، لكن بويكا بيفضل يهاجمه بايده ورجله لحد ما يوقعه مرة تانية. وبعدها بيطلب بويكا منه يستسلم لانه خلاص خسر، لكن فيكتور بيرفض وبيقوم يكمل قتال بكل شجاعة. فبيكمل بويكا هجومه بكل قوة، وللمرة الثالثة بيوقعه على الارض، بس المرة دي فيكتور ما بيقدرش يقوم. فيفوز بويكا بالمباراة وسط هتافات الجمهور اللي بيهتف باسمه. وبعد المباراة بيرجع بويكا اوضته، وهناك بيجيله المسؤولين عن البطولة وبيبلغوه انه اتأهل رسميا وهيشارك في البطولة الدولية بعد اسبوعين. وبعدها بيدي كريل لبويكا مكافأة الفوز. ولما بيخرج بويكا من اوضته بيشوف المسعفين وهم بينقلوا فيكتور للمستشفى، وبيعرف ان حالته خطيرة جدا. وقتها بيحس بويكا بتأنيب ضمير، ولما بيرجع بيته ما بيعرفش ينام من القلق، وبيكون خايف تحصل حاجة لفيكتور. وتاني يوم بيروح بويكا الجيم ويقابل كريل، وهناك بيعرف منه ان فيكتور مات. وبيحاول كريل يخفف عنه ويقول له ان اللي حصل ده مش ذنبه، لان اي مقاتل بيدخل النوع ده من المباريات بيكون عارف انه ممكن يخسر حياته. لكن بويكا بيفضل حاسس بالذنب، وبيسأل بويكا كريل اذا كان فيكتور عنده اسرة، وبيقول له كريل ان فيكتور كان بيتدرب في نفس الصالة وانه جمع كل متعلقاته عشان يبعتها لاهله في روسيا. وقتها بويكا بيشوف حاجات فيكتور وبيلاقي جواب في صورة ليه مع مراته ألما. بعدها بيطلب بويكا من كريل يجهز له جواز سفر مزور لانه قرر يسافر روسيا، وبيحاول كريل يمنعه ويقول له انه مطلوب هناك وهربان من العدالة، وكمان البطولة بعد اسبوعين. لكن بويكا بيصر على السفر وبيأكد لكريل انه هيرجع قبل البطولة. في الوقت ده بتكون ألما في جنازة فيكتور جوزها في روسيا، وهناك بيظهر زعيم عصابة اسمه زولا وبيبان انه مركز جدا مع ألما. وبعد انتهاء الجنازة بيروح لها زولا وبيطالبها بالفلوس اللي فيكتور كان مستلفها منه، فتقول له ألما انها مستعدة تشتغل عنده لغاية لما تسدد له المبلغ. في الوقت ده بيدي كريل جواز السفر المزور لبويكا، وبيوصيه يبعد عن المشاكل عشان الشرطة ما تقبضش عليه. وبياخد بويكا جواز السفر ويسافر فورا لروسيا ويسكن في أوضة صغيرة. وبعدها بيروح بويكا للعنوان اللي مكتوب في الجواب، وبيكتشف انه دار رعاية للأطفال، وهناك بيشوف ألما وهي بتلعب مع طفلة صغيرة، وبيكون بويكا لسه هيدخل يكلمها. لكن رجالة زولا بيجوا ياخدوها بالعربية عشان يودوها لزولا. وبعدها بيشوف واحد من رجالة زولا بويكا ويطلب منه يمشي، لكن بويكا بيقول له انه عايز يكلم ألما، فيعرفه ان ألما شغالة دلوقتي لحساب زولا. وبالليل بيروح بويكا للمكان بتاع زولا، وبيكتشف انه مكان بيتعمل فيه مراهنات على قتال غير شرعي. وهناك بيشوف مقاتل اسمه اويجور وهو بيهزم خصمه وبيفوز بالمباراة. وبيكون زولا بيتابع كل حاجة من مكتبه، وبيفضل بويكا يدور على ألما لحد ما يلاقيها بتقدم مشروبات للناس الموجودة، ويروح عشان يكلمها. لكن بيجي سلافا مساعد زولا وياخد بويكا ويطلعوا بره المكان. واول ما يخرجوا للشارع بيقول سلافا لبويكا يبعد عن ألما، لكن بويكا بيرفض وبيقول انه هيستناها تخلص شغل ويتكلم معاها. ساعتها سلافا بيأمر رجالته يضربوه، لكن بويكا بيوقعهم كلهم على الارض في ثواني. وبعدها بيحط سلافا مسدسه على راس بويكا، لكن بويكا بيتحرك بسرعة وياخد منه المسدس ويضربه. في اللحظة دي بيوصل زولا ومع عدد كبير من رجالته، وبيكون معجب بمهارات بويكا، فيعرض عليه يشارك في مباريات في المكان بتاعه. لكن بويكا بيرفض ويقول له انه عايز يتكلم مع ألما، وبيهدده زولا انه لو قرب تاني من ألما هيقتله لانه بيعتبرها واحدة من ممتلكاته. لكن بويكا ما بيهتمش بكلامه ويسيبه ويمشي، فيأمر زولا سلافا يراقب كل تحركات بويكا. وتاني يوم بيروح بويكا دار الرعاية فيوقف واحد من رجالة زولا، ولما يحاول يمنعه من الدخول بيضربوا بويكا ضربة واحدة بتفقد الوعي. وبعدها بيدخل للدار وبيقابل ألما ويديها الجواب اللي كان فيكتور سايبه، ويسألها إذا كان زولا بيضايقها، فتقول له إن جوزها استلف فلوس من زولا عشان يبني دار الرعاية دي، وبعد موته اضطرت تشتغل عند زولا عشان تسدد الدين. وبعدها بتسأله ألما هو يعرف فيكتور منين، فيعترف لها إن هو السبب في موته أثناء المباراة، وإن جه مخصوص لروسيا عشان يكفر عن
عن ذنبه ويساعدها، وبيحاول يديها فلوس مكافأة المباراة، لكنها بتغضب جدا وتتهمه بقتل جوزها وتطرده من المكان. وبعدها بيروح بويكا لزولا ويقول له انه مستعد يسدد دين ألما، ويتفق مع زولا ان يلعب 3 مباريات لحسابه ويفوز بيهم وفي المقابل يحرر ألما. ويوافق زولا لكن بيشترط عليه انه لازم يهزم بطل النادي، وكمان بيأكد له ان هو صاحب القوانين في المكان. فيوافق بويكا ويطلب مكان يتدرب فيه، فيقول له زولا على الجيم بتاعه القريب من هنا. وبيقول زولا لبويكا ان هو عارف ان هو مطلوب من الشرطة، ويطمنه انه محدش هيقبض عليه لان هو المسيطر على المدينة كلها. وبعدها بنشوف سلافا اللي بيكون مستغرب جدا من الطريقة اللي زولا بيتعامل بيها مع بويكا، فيقول له زولا ان بويكا ده مش اي مقاتل وانه اسطورة وملك مباريات المراهنات. في الوقت ده بيتصل بويكا بكريل مدير اعماله في اوكرانيا، وبيقول له انه هيتأخر اسبوع كمان لكنه هيلحق البطولة الدولية. وبعدها بتروح له ألما بعد ما عرفت الاتفاق اللي عمله مع زولا، وبتحاول تقنعه انه يتراجع ويلغي الاتفاق لانه مش عايزاه يعرض حياته للخطر بسببها. لكن بويكا بيرفض كلامها وبيسيبها ويمشي على طول للجيم عشان يتمرن. وهناك بيكون في مجموعة من المقاتلين، فيحاول واحد منهم يستفز بويكا، لكن بويكا بيرد عليه بضربة واحدة قوية فيقع على الارض مغمي عليه. وبيجي ميعاد اول مباراة فيدخل بويكا الحلبة وهو مستعد، فيفرض بويكا سيطرته الكاملة على خصمه وما يديلوش اي فرصة يرد وينهي القتال بسرعة، ويفوز بأول مباراة من ال3 مباريات اللي اتفق عليهم مع زولا. وبعد نهاية المباراة بتروح ألما لبويكا فيسألها إذا كانت تعرف مكان يقدر يتمرن فيه غير الجيم بتاع زولا، فتقول له إن في صالة رياضية صغيرة موجودة في دار الرعاية، وبتعرفه إن فيكتور كان بيتدرب فيها زمان. وتاني يوم بيروح بويكا دار الرعاية ويقابل الحارس اللي كان ضربه قبل كده، فيقول له بويكا إنه دلوقتي بقى يشتغل لحساب زولا فيسمح له بالدخول. وبعدها بتودي ألما للصالة فيبدأ بويكا تدريبه في هدوء، وبعد شوية بيتجمع الأطفال كلهم ويتفرجوا على بويكا وهو بيتدرب وينبهروا بقوته وحركاته. فتحاول ألما تبعدهم عشان بويكا يركز في تدريباته، لكن بويكا بيطلب منها تسيبهم يتفرجوا عليه. وبعدها بيجي ميعاد المباراة التانية، وبيتفاجئ بويكا ان زولا جايب له 2 مقاتلين مش واحد، فيقول له زولا ان هو صاحب المكان وهو اللي بيحط القوانين. وتبدأ المباراة فيهجم الاتنين على بويكا في نفس الوقت، بس بويكا بيقدر يتصدى لهجماتهم ويبادلهم ضربات قوية جدا لحد ما يقع واحد منهم على الارض، لكن المقاتل التاني بيستغل الفرصة فيضرب بويكا في ظهره وبيتسبب له في إصابة قوية جدا. فيتألم بويكا لكنه بيستحمل وبيستجمع كل قوته ويرجع يهجم عليهم بسرعة ويوجه لهم ضربات متتالية لحد ما يهزم الاتنين مع بعض ويفوز بالمباراة التانية. فيشجع الجمهور كله ويهتف باسمه، لكن وهو خارج من الحلبة بيبان بوضوح ان إصابته قوية جدا ومأثرة عليه. وتاني يوم بيروح زولا يقابل ضابط شرطة فاسد ويديله فلوس كتير ويطلب منه يطلع كوشمار من السجن عشان يواجه بويكا ويقضي عليه. في الوقت ده بيكون بويكا في صالة التدريب بس بيكون متأثر جدا بالإصابة. وقتها بتجيب له ألما علاج للألم وتدهن له ظهره، فيطلب بويكا منها انها تسيب المدينة وتهرب بعيد عن زولا، لكنها بترفض وتقول له انها مستحيل تسيب الأطفال لانها مسؤولة عنهم في دار الرعاية. وبيجي يوم المباراة الثالثة وبيتصل كريل ببويكا وبيقول له ان حجز له تذكرة اتوبيس الساعة 9:30 عشان يلحق يسافر ويشارك في البطولة الدولية، ويقول له كمان ان الجماهير كلها مستنية تشوفه، ويطمنه بويكا انه هيلحق في الوقت المناسب. وبالليل بيدخل بويكا الحلبة ويقف قدام إيجور ويبص على الساعة ويلاقي فاضل نص ساعة بس على ميعاد الأتوبيس، وتبدأ المباراة ويبان ان إيجور مقاتل قوي جدا وعنده مهارات عالية، بس بيلعب لعب شمال وبيضرب بويكا تحت الحزام فيوقع على الأرض. وبعدها بيفضل إيجور يضرب بويكا على ظهره المصاب بكل قوة، لكن بويكا بيستجمع كل قوته ويقاتل عشان يخلص ألما من أذى زولا، وما يقدرش إيجور انه يجري في المباراة فيوجه لبويكا الضربة القاضية ويفوز بالمباراة الثالثة. وقتها ألما بتفرح جدا لانها بتفتكر انها خلاص كده اتحررت من زولا، بس بيروح زولا لبويكا ويقول له انه قدم اداء مبهر واستحق الفوز فعلا. وقتها بويكا بيطالبه انه ينفذ وعده ويحرر ألما، لكن زولا بيبتسم له ويقول له ان الاتفاق بينهم كان ان بويكا يكسب 3 مباريات وفي النهاية يهزم بطل النادي الحقيقي. ويقول له زولا ان إيجور اصلا مش بطل النادي وان البطل الحقيقي مقاتل تاني لسه ما واجهوش، ويقول له كمان انه لو رفض يلعب المباراة الأخيرة ألما هتفضل تحت سيطرته ومش هيحررها ابدا. في الوقت ده بيتصل كريل فيقول له بويكا انه هيتأخر على الاتوبيس شوية، وبعدها بيروح على طول لحلبة القتال وهو مستني يشوف مين المقاتل الأخير، لكنه بيتفاجئ لما يشوف قدامه كوشمار وتبدأ المواجهة بينهم. فيهجم بويكا على كوشمار من غير تردد، لكن كوشمار بيرد عليه بقوة فيحاول بويكا يصد ضرباته لكنه ما يقدرش، ويفضل كوشمار يضرب بويكا لكمات وركلات عنيفة لحد ما يقع بويكا على الأرض وهو غرقان في دمه. ويبدأ الحكم يعد على بويكا وكل اللي في المكان بيفتكروا ان بويكا خلاص خسر وان المباراة انتهت، لكن في اللحظة دي بيبص بويكا ناحية الجمهور ويشوف ألما قاعدة جنب زولا، فيقف بويكا من جديد ويبدأ يستخدم رجليه في القتال بشكل مميز كعادته، فيوجه له ضربات سريعة ومتتالية ويبدأ يفرض سيطرته عليه. ومع استمرار القتال يقدر يوقع كوشمار على الأرض ويخلع له كتفه، وبعدها بينط في الهواء ويوجه
بيوجه له ضربة قاضية قوية جدا فترمي كوشمار خارج الحلبة، فيفوز بويكا بالمباراة، وبيكون الجمهور مندهش من قوة بويكا وما بيبقاش عندهم أي شك إن بويكا فعلا أفضل مقاتل في العالم. لكن زولا بيخلف وعده مرة تانية ويرفض يحرر ألما، وبدل ما ينفذ الاتفاق بيؤمر رجالته إنهم يقتلوا بويكا، فيهجموا عليه وهو لسه واقف في الحلبة، فيبدأ الجمهور يجري ويخرج من المكان بسرعة. ولما بويكا بيكتشف إن زولا خدعه بيغضب ويقاتل كل رجالة زولا ويقضي عليهم واحد ورا التاني. فيجي واحد من رجالة زولا ويضرب بويكا بالنار في كتفه، بس بيضربه بويكا فيفقد وعيه، ويحاول سلافا يضرب بويكا بالنار بس بيقدر بويكا انه يخلص منه. وبعدها بيخرج بويكا ورا زولا في الشارع، فيهددوا زولا انه لو ما رماش مسدسه هيقتل ألما، فيضطر بويكا يرمي السلاح على الارض ويقول له انه بلغ الشرطة عنه وانه هيرجع السجن تاني. واثناء كلامه بتستغل ألما الفرصة وتعض ايد زولا، وفي الوقت ده بيتحرك بويكا بسرعة ويضرب زولا عليه رصاصة تيجي في بطنه، لكن بويكا بيقدر يوقعه على الارض ويفضل يضرب فيه، وفي النهاية بيخنقه لحد ما يموت. وبعدها بيقع بويكا على الارض متأثر بإصابته، فتجري عليه ألما وهي مرعوبة عليه، فيطمنها بويكا انه هيبقى بخير، وبعدها يطلب منها انها تسامحه. واثناء كلامهم بتوصل قوات الشرطة للمكان وتقبض على بويكا، وبعد 6 شهور بيكون بويكا اتعافى من إصابته ويرجع من جديد لسجنه القديم. وهناك بتزوره ألما وتفرح لما تشوفه بقى كويس، وتوريه الرسومات اللي أطفال دار الرعاية رسموها له، وتقول له ان الأطفال بقوا يعتبروه بطلهم الخارق، وبتشكره على كل اللي عمله عشانها، وتقول له انها سامحته على موت فيكتور وانه رجع لها حريتها وكرامتها. فيتأثر بويكا جدا بكلامها ويشكرها لانها سامحته. وبعد كام يوم بيظهر بويكا مرة تانية داخل حلبة السجن، ورغم انه خسر حريته وضاعت منه فرصة المشاركة في البطولة الدولية، لكنه في المقابل استعاد احترامه لنفسه واثبت انه بقى انسان افضل. وبيرجع بويكا مرة تانية بطل السجن ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.